إيفي بيج هنا، ودلوقتي بقى في 5 أفراد في عيلة بيبا. بس يا ترى لو مش بس في 5 أفراد في عيلة الخنازير، يا ترى لو في فرد كمان مش محسوب؟ فيها أسئلة كتير، بس ما تقلقش، في الفيديو ده هنجاوب على كل الأسئلة دي. واحدة من أشهر نظريات بيبا بيج بتقول إن بيبا كان عندها أخت طول الوقت ده. أيوة، حتى قبل ما الطفلة إيفي تتولد، وده معناه إنه إيفي تعتبر الأخت الثالثة. أول أخت لبيبا كانت توأم اتولدت معاها، لكن اتسابت لسبب غامض، إن العيلة ما يعرفوش إن هي لسه عايشة معاهم ومستخبية عن الكل. في تلميحات إن الشخصية دي كانت بتراقب عيلتها من أول المسلسل، وأوضح تلميح هو بوستر رسمي فيه عيلة الخنازير واقفين قدام بيتهم. في واحدة من الشبابيك تقدر تشوف وش طفل شبه بيبا بالظبط واقف وبيبص من بعيد. كتير من المعجبين بيعتقدوا إنه التوأم الشرير لبيبا كان مستخبي في بيت عيلة الخنازير وما خرجش من البيت ولا مرة. بس دلوقتي السؤال هو، بما إن عيلة الخنازير انتقلوا لبيت جديد، التوأم الشرير هيعمل إيه؟ هل هتفضل في نفس البيت القديم ولا هتنتقل هي كمان للبيت الجديد؟ انت شايف ايه؟ قول لنا رأيك في التعليقات. بعض المعجبين بيعتقدوا ان اخت بيبا الصغيرة إيفي هتبقى تدريجيا هي البطلة الرئيسية في المسلسل. ده مش هيحصل مرة واحدة، لكن شوية بشوية ممكن تلاحظ انها بتاخد دور اكبر. فكر في الموضوع، إيفي فعلا بدأت تظهر اكتر على الشاشة. دلوقتي هي لسه طفلة، لكن بعدين هتعمل حاجات اكتر وهتظهر شخصيتها، وكل ما إيفي تكبر في المسلسل قصصها هتبقى أهم. ممكن كمان تبقى هي اللي بتخوض كل المغامرات الكبيرة وبتتعلم حاجات جديدة وبتتعرف على أصحاب جدد. الفكرة دي بتوحي إن إيفي هتبدأ تدريجيا تبقى هي نجمة المسلسل. بيبا هتفضل موجودة طبعا، يمكن تبقى الأخت الكبيرة اللي بتساعد أو الصديقة كويسة، بس الأضواء هتكون أكتر على إيفي. ده ممكن يساعد المسلسل يفضل جديد ومثير لسنين كتير، ويوصل لأطفال جداد لسه بيبدأوا يتفرجوا. دي طريقة للمسلسل إنه يكبر ويتغير زي ما العائلات الحقيقية بتعمل. بس السؤال الرئيسي هو، لو إيفي فعلا بقت الشخصية الرئيسية، هل اسم المسلسل هيتغير ويبقى إيفي بيج؟ إيه اللي حصل للملكة؟ كلنا عارفين الملكة في بيبا بيج كانت واحدة من القليلين جدا من البشر في عالم بيبا، وبنقول كانت لأننا بنعتقد إنها ممكن تكون توفت. زي ما احنا عارفين بيبا بيج من بريطانيا، والمسلسل أحداثه في إنجلترا. في حاجات بريطانية كتير بتشوفها، وحتى ملكة إنجلترا في المسلسل غالبا كانت مبنية على الملكة إليزابيث الثانية. ومعظم مشاهدينا البريطانيين ممكن يكونوا عارفين الملكة إليزابيث الثانية توفت يوم 8 سبتمبر 2022، وعشان كده كتير من المعجبين بيعتقدوا إن نفس الحاجة حصلت للملكة في عالم بيبا بيج كمان. دلوقتي المسلسل ما قالش بشكل مباشر أو ذكر أي حاجة عن الموضوع ده، بس في شواهد كبيرة بتدل إن الملكة في المسلسل ممكن تكون ماتت هي كمان. بعد ما الملكة إليزابيث الثانية الحقيقية توفت، حسابات بيبا بيج الرسمية على السوشيال ميديا نشروا صورة خاصة كانت بتبين بيبا وهي بتنط في البرك الطينية مع الملكة الكرتونية. ده ممكن يكون مجرد طريقة لطيفة عشان نفتكر الملكة الحقيقية، بس ممكن كمان يكون ده علامة إنه نفس الحدث الحزين حصل في عالم بيبا. وكمان من سنة 2022 الملكة ما ظهرتش في أي حلقات جديدة من بيبا بيج، وده باين إنه مش مجرد صدفة. يعني ممكن تكون واحدة من الشخصيات القليلة في عالم بيبا اللي نقدر نخمن إنها توفت، وده معناه إن في ملك جديد غالبا خد مكانها، يمكن زي الملك تشارلز الثالث اللي هو ابن الملكة إليزابيث الحقيقية ودلوقتي ملك إنجلترا، وممكن كمان نشوفه يظهر في حلقة جديدة قريب. في المرحلة دي كلنا عارفين إن مدام جازيل غالباً مصاص الدماء. المسلسل عمره ما قالها بصراحة، بس فيه تلميحات كتير. الموضوع شبه مؤكد، زي لما ما كانش ليها انعكاس في المراية. بس خمن إيه؟ في نظرية مشهورة بتقول إن حيوانات مدام جازيل كمان مصاصين دماء، وده يفسر ليه هي بتهتم بيهم قوي. لو هم وحوش صغيرة مرعبة، مين عارف ممكن يعملوا إيه لو اتضايقوا عشان محدش سرح لهم شعرهم. كمان الجدول اللي بيبين مواعيد أكل خنازير غينيا بيقول إنهم بياكلوا أكتر بكتير بالليل عن النهار. ممكن يكون السبب إنهم بيبقوا صاحيين أكتر لما الدنيا بتبقى ضلمة. يمكن ده كمان السبب إن لازم حد يفضل معاهم حتى وهم نايمين. مش منطقي إن حيوان نعسان يحس بالوحدة، بس لو هو صاحي في الضلمة وكل الناس نايمة ده موضوع تاني. النظرية الجاية دي ليها علاقة بواحدة من الشخصيات المميزة في البرنامج، وهي ماندي ماوس.
هي مميزة لأنها بتستخدم كرسي متحرك عشان تتحرك. حلو إن البرنامج فيه شخصية زي ماندي، بس في حاجة بسيطة بتخليك تفكر فيها بشكل مختلف. مع إنه ماندي فار وبتتصرف زي الإنسان زي بيبا وأصحابها، بنشوف إنه مدام جازيل عندها خنازير غنية شكلهم زي خنازير الغنية الحقيقية، وفي كمان خنازير غنية عادية في البرنامج. دلوقتي خمن، إيه الفيران وخنازير الغنية؟ هما الاتنين حيوانات صغيرة وفروها كتير واسمهم قوارض. طب ليه الفيران بتتصرف زي الناس لكن خنازير الغنية لا؟ يمكن معظم الفيران في عالم بيبا بيج حيوانات عادية وماندي مختلفة، بس يمكن هي ما كانتش دايما مختلفة. الحاجة الغريبة دي وكمان الكرسي المتحرك بتاعها بتخليك تتساءل إذا كانت ماندي كانت فار عادي قبل كده. أوقات العلماء بيستخدموا الفيران في التجارب، يمكن حصل حاجة لماندي خلتها تتغير وتتصرف زي البني آدمين، بس كمان خلتها مش قادرة تمشي. مين كان يتخيل إن ماندي وراها قصة مفاجأة كده؟ كنت تعرف؟ في نظرية مشهورة بتقول إنه مسلسل بيبا بيج أحداثه بتحصل على كوكب الأرض بعد نهاية العالم، لما البني آدمين اتقضى عليهم تقريبا بسبب تغير المناخ أو وباء. يمكن الكلام ده يبان غريب في الأول، بس بعد ما نوريك كل الأدلة مش هيبان غريب زي ما كنت فاكر. تقريبا كل الحيوانات في عالم بيبا بيج شبه البني آدمين بالظبط، زيي وزيك، بيلبسوا هدوم، بيروحوا المدرسة أو الشغل. وبالنسبة للبني آدمين الحقيقيين في 3 بس، الملكة والقرصان وبابا نويل. بعد ما عملنا شوية بحث لقينا الأسباب اللي ممكن تكون ورا ده. زي ما احنا عارفين كل البيوت في بيبا بيج مبنية فوق تلال، وإنك يكون عندك بيت فوق تل فعلا حاجة مش مريحة، فلازم يكون في سبب. طيب ليه كل البيوت دي فوق تلال؟ ممكن يكون السبب إنه في الماضي كان في ارتفاع كبير في مستوى البحر بسبب التغير المناخي، وده أدى لفيضانات ضخمة مسحت البشرية من على وجه الأرض. دلوقتي ممكن تتساءل، لو كل البشر اختفوا بسبب الفيضان، إزاي الملكة والقرصان وبابا نويل قدروا ينجوا؟ الموضوع بسيط جدا. بابا نويل نجا لأنه عايش في القطب الشمالي، أما القرصان فهو عايش على سفينة قراصنة، وبالنسبة للملكة فهي تقريبا خالدة، يعني الفيضان مش مشكلة بالنسبة لها. يمكن ده السبب إن البيوت مبنية فوق التلال عشان يمنعوا مياه الفيضان تدخل البيوت. في صورة واحدة في مسلسل بيبا بيج أثارت نظريات كتير. في حلقة مامي بيج بتدي الكمبيوتر القديم بتاعها لأهلها. لو ما كنتش تعرف، جراني وجرانبا بيج هما أهل مامي بيج مش أهل دادي بيج. الحقيقة إنه لما بيدخلوا مكتب جرانبا بيج عشان يركبوا الكمبيوتر، بنشوف صورة بإطار على واحدة من قطع الأثاث، وفيها خنزير صغير طويل وخنزير صغير قصير. التفصيلة هي إن الصورة أبيض وأسود، وده بيدل إن الصورة دي قديمة، وبنتخيل إنها ممكن تكون مامي بيج نفسها مع أخوها الصغير اللي لسه ما قابلناهوش. بس في حلقة عيد ميلاد دادي بيج بنشوف نسخة من نفس الصورة دي على مكتبه. فصورة مين دي؟ أكيد مش بيبا وجورج، صح؟ لأن الصورة أبيض وأسود، وده معناه إنها غالباً اتصورت في الثمانينات أو أوائل التسعينات. وليه جدو بيج ودادي بيج الاتنين عندهم نفس الصورة دي؟ بجد الموضوع ده غامض جدا. وبما إننا بنتكلم عن الأجداد، فين أهالي دادي بيج لحد دلوقتي في المسلسل؟ مش بس ما شفناهمش، إحنا حتى عمرنا ما سمعنا حد بيتكلم عنهم. ليه كده؟ في ناس بتقول إنه السبب إن مامي ودادي بيج علاقتهم مش كويسة مع أهالي دادي بيج، عشان كده مش بيتكلموا مع بعض. طيب لو ده هو السبب، كان المفروض على الأقل نشوف أو نسمع عن الموضوع في بيت أخو دادي بيج، بس لا، حتى أخو دادي بيج ما تكلمش عن أهله. طيب إيه هو السر وراء أهالي دادي بيج؟ النظرية الجاية دي فعلا مثيرة للاهتمام. زي ما احنا عارفين، بيبا هي الأخت الكبيرة لجورج، هي عندها 4 سنين وجورج عنده 2. بس عمرك لاحظت إنهم في نفس الفصل في المدرسة؟ ده غريب شوية مش كده؟ يمكن جورج الصغير عبقري بشكل استثنائي ومتقدم عن باقي زمايله في الفصل، زي إدموند الفيل كده. هو باين عليه يقدر يعمل كل الحاجات اللي بيبا بتعملها في الفصل، يعني ممكن يكون هو عبقري صغير. وفي نظرية تانية بتقول إن بيبا عندها نوع من صعوبات التعلم، وعلشان كده متأخرة كام سنة في الدراسة. المسلسل مش بيوضح ده بشكل صريح، وبيسيب الموضوع مفتوح للتفسير. طيب انت رأيك ايه؟ عندك اي نظريات حابب تشاركها معنا؟ وزي ما دايما بنقول، هنشوفكم في الفيديو الجاي.